أنا ماريا، ويمكن اللي هقوله دلوقتي يكون تقيل على ودانك، بس لازم تعرفوا أنا مريت بإيه. كنت عايشة حياة صعبة، بس اللي حصل لي من أبويا ما قدرتش أتحمله. كان بيتعامل معايا كأني مش بنته، كأني حاجة يمتلكها. في لحظة ضعف، لحظة غضب، لحظة كرامة، قتلته. كنت فاكرة إني هرتاح، لكن لأ، دخلت سجن أبشع من الموت. السجن ده جحيم، أسلاكه شائكة زي القلوب اللي فيه، مليان ستات اتسجنوا لأسباب مختلفة، بس كلهن بيصرخوا من جوه، بس بصمت. مديرة السجن ست مجنونة بتحب تعذبنا، تتسلى بضعفنا. كانت بترمينا في الزنازين الانفرادية، بتجلده، بتذله، بتكسر أي محاولة للمقاومة. أنا كنت دايماً رافضة أستسلم. كل يوم كنت بقول لنفسي لازم أهرب، لازم أعيش. وابتديت أتقرب من البنات، نخطط سوا، نراقب، نعد الأيام، نكتم غضبنا، لحد ما جه اليوم اللي نقرر فيه نكسر السجن ده. بس مش كل واحدة فينا كانت جاهزة تتحرر. في اللي خانت، وفي اللي خافت، وفي اللي ضحت بنفسها عشان غيرها يطلع. كل ده أنا عشته وحسيته، ولسه عايشة بيه. بس عمري ما هنسى، ومش هسمح لحد ينسى. الفيلم اللي بيحكي قصتي Barbed Wire Dolls بيتعرض دلوقتي على قنوات تي في. لو عايز تشوف بنفسك إزاي بنت اتظلمت واتعذبت وقدرت تقول لأ للذل، اتفرج. ولو حسيت بحاجة، حتى لو لحظة تعاطف، اعمل لايك، شير واكتب لي رأيك. أنا مش بس حكاية، أنا صوت كل واحدة اتسجنت ظلم.